السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تكمل أقوى تشكيلة للمنتخب الوطني المغربي لمواجهة المنتخب البرازيلي. بطبيعة الحال تشكيلة اللي هي نموذجية لا شك فيه ولا جدال ولا نقاش. تشكيلة اللي هي كبيرة صراحة من المنتخب البرازيلي المغربي لمواجهة المنتخب البرازيلي. منتخب قوي صراحة، منتخب اللي من المنتخبات الصعبة صراحة، منتخب راه تاريخيا مزيان، كان فاز بكأس العالم 5 المرات. المنتخب المغربي يقدر فقط 2 مرات يتأهل للدور الثاني كأس العالم، بحال المرة في 86 تأهلنا لدور الثمن، وفي 2022 عملنا نصف النهائي. شيء جيد جدا. إذا شي حاجة اللي هي كلير وشي حاجة اللي هي واعرة بزاف صراحة، لا نقاش في ذلك ولا جدال. إذا شي واحد المنافسة اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف صراحة. إذا المنتخب الوطني المغربي يحاول أن يعمل نتيجة إيجابية في هذا اللقاء الأول عنده أمام المنتخب البرازيلي. إذا اللقاء اللي غيكون من اللقاءات الصعبة صراحة للنخبة الوطنية لمواجهة الكرة البرازيلية بطبيعة الحال، لا نقاش ولا جدال في ذلك. بطبيعة الحال لقاء من اللقاءات الرائعة والرنانة والجيدة صراحة للمنتخب الوطني المغربي لمواجهة الكرة البرازيلية بطبيعة الحال، في مواجهة اللي هي ليست بالمواجهة السهلة. نبداو بالحراسة بياسين بونو حارس فريق الهلال السعودي، حارس جيد، والحراس المتمرسين صراحة، حارس كبير وحارس اللي هو متميز صراحة ديال النخبة الوطنية، لا شك في ذلك ولا جدال بطبيعة الحال. ياسين بونو من الحراس الجيدين صراحة، من أفضل الحراس بطبيعة الحال في العالم. كنقول أنا ياسين بونو الآن في الهلال السعودي بطبيعة الحال، اللي كان جدد العقد ديالو، كنظن حتى 2028. حارس كبير صراحة ياسين بونو، كيبقى حارس اللي هو متمرس صراحة بدون أي نقطة شك صراحة، ويكون هذا المونديال رقم 3 ديالو بطبيعة الحال. ما نساوش أنه لعب بطبيعة الحال 7 لقاءات في المونديال. نمشيو عند نايف أكرد، لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لاعب جيد، لاعب اللي شارك، ممكن تكون المشاركة ديالو رقم 2 في المونديال، من خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي لاعب نايف أكرد. صحيح ما شفناش بديك المستوى الكبير في لاكان الأخير بطبيعة الحال احتضنته المملكة المغربية، ولكن كيبقى نايف أكرد من العناصر الرائعة اللي ممكن يفيد المنتخب الوطني المغربي. هادشي لا شك فيه ولا جدال ولا نقاش بطبيعة الحال. لاعب نايف أكرد كيبقى من خيرة اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب جيد من العناصر الجيدة. غنمشيو عند اللاعب عبد الحميد بودلال، لاعب ريال الفرنسي، لاعب باقي صغير، لاعب اللي كان معنا في هذا لاكان صحيح ما لعب حتى دقيقة، ولكن كيبقى عبد الحميد بودلال قيمة كبيرة للكرة المغربية صراحة، مستقبل الكرة المغربية. لاعب مواليد 2006 من العناصر الجيدة صراحة بدون أي نقطة شك صراحة، لا جدال ولا نقاش في ذلك بطبيعة الحال. إذا اللاعب عبد الحميد بودلال كيبقى قيمة كبيرة صراحة داخل النخبة الوطنية، ممكن تكون في المستقبل القريب صراحة، لا نقاش ولا جدال في ذلك بطبيعة الحال. مشيو عند لاعب أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعب اللي ممكن تكون المشاركة ديالو عبد الحميد بودلال اللي ممكن تكون أول مرة، وكان كذلك لاعب نيف أكرد نيف أكرد ثاني مرة، ممكن عبد الحميد بودلال أول مرة. أشرف حكيمي ممكن تكون المشاركة الثالثة ديالو في كأس العالم، لاعب قوي بخاطر جدا، لعب 10 مقابلات كأس العالم بطبيعة الحال، لعب 3 مقابلات كأس العالم 2018 وهي مقابلة إيران والبرتغال وإسبانيا، ولعب 7 مقابلات هذا المونديال اللي فات، لعب مقابلات بلجيكا وكرواتيا بطبيعة الحال، وكندا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وكرواتيا بطبيعة الحال. مشيو على ناصر مزراوي، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لاعب اللي ممكن تكون المشاركة ديالو رقم 2 في المونديال، لاعب اللي لعب 667 دقيقة في المونديال اللي فات، من خيرة اللاعبين. حنا اليوم في 3 فبراير، إلى كأس العالم بطبيعة الحال 4 أشهر وبعض الأيام فقط هي اللي كتصلنا على كأس العالم. إذا ما باقيش واحد الأيام اللي هي كثيرة صراحة. المنتخب المغربي تعرف على المنتخبات الثلاثة ديالو كاملين، منتخب هايتي، منتخب البرازيل اللي كنتكلموا التشكيلة ديال المنتخب المغربي اللي ممكن تواجه البرازيل، وكذلك منتخب اسكتلندا اللي واجهناه في كأس العالم 1998 وكنا فوزنا ب3-0، وكنا كذلك واجهنا البرازيل هزمنا ب3-0. النرويج في عوطة هايتي وصافي. مشيو عند العناوي، لاعب ايسروم ايطالي اللي ممكن تكون المشاركة الأولى ديالو، أما مزراوي كنظن المشاركة الثانية بطبيعة الحال ديالو. إذا العناوي كيبقى من العناصر الجيدة صراحة اللي أبلى البلاء الحسن صراحة في هاد لاكان بطبيعة الحال اللي فاتت. اللاعب العناوي كيبقى قيمة كبيرة صراحة داخل النخبة الوطنية، لا شك في ذلك ولا جدال ولا نقاش بطبيعة الحال. من العناصر الرائعة صراحة، لا نقاش ولا جدال بطبيعة الحال. لاعب جيد من العناصر الكبيرة صراحة ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب
العيناوي كيبقى قيمة كبيرة صراحة داخل النخبة الوطنية وداخل المنتخب بطبيعة الحال، من العناصر المهمة والمهمة بزاف صراحة داخل المنتخب. غنمشيو عند لاعب عز الدين أناحي لاعب جيرونا الإسباني، كيبقى عنصر اللي هو من اللاعبين الجيدين صراحة. اللاعب أناحي ممكن تكون المشاركة الثانية ديالو في كأس العالم بطبيعة الحال. أناحي كيبقى من العناصر الكبيرة صراحة اللي ممكن عملنا بزاف د الحوايج. هاد كأس إفريقيا العيناوي لعب 7 مقابلات كأس إفريقيا، أما أناحي لعب 3 د المقابلات وتصاب. بطبيعة الحال كيبقى أناحي من الأوراق الكبيرة اللي عند المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير ولاعب جيد بإمكانيات اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف صراحة. عند اللاعب عز الدين أناحي كيبقى من العناصر المهمة. نمشيو عند اللاعب اسماعيل الصباري لاعب ايندهوفن الهولندي اللي ممكن تكون المشاركة ديالو الأولى في كأس العالم، بحالو بحال العيناوي بحال عبد الحميد بودلال بطبيعة الحال. إذا شي حاجة اللي هي جيدة في اللاعب اسماعيل الصباري. شارك معنا في 2 لاكان هذه الأخيرة، لاكان الكوت ديالو لاكان المغرب. ممكن تكون المشاركة ديالو بطبيعة الحال الأخرى في كأس العالم لأول مرة يلعب كأس العالم بطبيعة الحال. هو كان قريب لعب كأس العالم اللي فاتت قطر، ولكن كانت الإصابة هي اللي بعدته بطبيعة الحال. نمشيو عند لاعب آخر اللي ممكن كأس العالم أول مرة، إبراهيم دياز لاعب نادي الريال مدريد الإسباني اللي كان ضيعنا ديك ضربة الجزاء اللي كان المغاربة كاملين صراحة الآمال ديالهم فيها، ولكن للأسف ضاعت ديك ضربة الجزاء من اللاعب إبراهيم دياز اللي هو كيبقى من العناصر المهمة والمهمة بزاف صراحة عند المنتخب المغربي. واخا ضاعت ديك ضربة الجزاء ولكن كيبقى إبراهيم دياز قيمة كبيرة عنده في المنتخب الوطني المغربي. هادشي لا شك في ذلك ولا جدال ولا نقاش. إذا كيبقى من العناصر الرائعة والرنانة والجيدة صراحة اللاعب إبراهيم دياز، قيمة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي، من العناصر المهمة والمهمة بزاف صراحة. عند اللاعب إبراهيم دياز مشيو عند اللاعب عبد الصمد الزلزولي ممكن تكون مشاركة رقم 2 ديالو في المونديال. الزلزولي كيبقى من العناصر الكبيرة صراحة ديال النخبة الوطنية، هادشي لا شك فيه ولا جدال صراحة. اللاعب عبد الصمد الزلزولي كيبقى من العناصر المهمة صراحة داخل النخبة الوطنية، هادشي لا شك في ذلك. لاعب يشارك معنا في 2 لاكان بطبيعة الحال، تكون المشاركة الثانية ديالو في المونديال هذه بعد مونديال قطر بطبيعة الحال، اللي كان فيه أداء جد ضعيف صراحة. مكانش واحد الأداء اللي هو كبير. الزلزولي غنمشيو لرأس الحربة أيوب الكعبي اللي ممكن تكون ثاني مشاركة ديالو في المونديال بعد 2018 اللي كانت في روسيا. بطبيعة الحال لأن عارفين الآن الركراكي بقى كيعتمد الأغلبية على أيوب الكعبي كرأس حربة. واخا حنا خاصنا ياسين الزبيري كرأس حربة، ولكن لأن عرفنا أن الركراكي هو اللي واصل معنا، كنظن غيبقى في الثوابت ديالو، لأن الركراكي صعيب بزاف باش تبدل الثوابت ديالو بطبيعة الحال. هادشي اللي كاين. شكرا على المشاهدة ديالكم أخوتي لهذا الفيديو، إلى اللقاء وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله بقوة. هادشي اللي كاين. شكرا لكم وإلى اللقاء وإلى فيديوهات مقبلة إن شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء. مع السلامة.